نجاحات فنية وانفصالات وأفراح وحزن. سنة 2023 تعتبر من أكتر السنين اللي حصل فيها مفاجآت كتير جدا في الوسط الفني. هتلاقي منهم اللي احتفلوا بأول مولود ليهم، ومنه اللي توفى أقرب الناس ليهم، ومنهم اللي حققوا نجاح فني كبير جدا بعد فترة من الأعمال اللي ما كانتش قد كده. لو عايز تعرف كل التفاصيل الفنية اللي حصلت في 2023 يبقى الفيديو ده عشانك. في بداية سنة 2023 وبالأخص يوم 4 يناير اتفاجئ الجمهور بأول مولود للفنانة إيمي سمير غانم، وناس كتير زعلت منها هي وزوجها حسن الرداد علشان خبوا خبر الحمل، مع إنهم من حقهم يعني، بس الناس دايما بتحس مع النجوم إن هم فرد من أفراد العيلة. بس للأسف الشهر مخلصش بالخبر الحلو ده، وكانت نهايته حزينة بسبب وفاة المطربة رانيا شعلان، واللي توفت يوم 22 يناير، وكانت في أحد مستشفيات 6 أكتوبر بعد معاناتها مع مرض السرطان. وما انتهتش بكده أخبار شهر يناير المحزنة، وفي يوم 25 يناير توفى المخرج سميح المنسي، وده كان بعد صراعه مع مرض القلب. والحقيقة إن شهر يناير جمع أكتر من حدث فني، ومنهم عرض أكتر مسلسل اتعرض وعمل ضجة كبيرة جدا في عام 2023، وتصدر الترند من أول أيام عرضه لغاية آخر حلقة فيه، وهو طبعا مسلسل أزمة منتصف العمر بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان كريم فهمي. وللأسف عام 2023 كان عام مليان بالوفيات في الوسط الفني، وفي نصف شهر فبراير رحلت عننا الفنانة سلوى العرابي، وفي نفس الشهر أعلن الفنان أدهم النابلسي إن هو رزق بطفلته الأولى ماسة. أما بقى شهر مارس فهو كان مليان بالوفيات، فبدأ بوفاة الفنانة شريفة فاضل، واللي كان معروف عنها إن هي أم الشهيد، واتشهرت بأغنية أم البطل. وكمان اتوفى الفنان مجدي عبد الوهاب في 23 مارس. وفي آخر مارس رحل المخرج المسرحي الكبير نبيل منيب. وطبعا مش هننسى مسلسل جعفر العمدة اللي تابعناه بشدة من آخر مارس لآخر إبريل، وفضلنا مستنيين إن جعفر يعرف إن سيف يبقى ابنه. يجي بقى شهر إبريل ويبدأ للأسف بخبر وفاة والد الفنانة دينا الشربيني، واللي طبعا زعل ناس كتير بسبب حبهم للنجمة دينا الشربيني. وكمان وفاة الإعلامية شيرين الطحان، وده كان بعد معاناتها مع مرض السرطان. وما يخلصش شهر إبريل إلا لما يفاجئنا بأكتر خبر أثار الجدل على السوشيال ميديا، وهو خبر انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل بعد 11 عام من الزواج. وفي أول مايو حصلت صدمة كبيرة جدا للجمهور وللوسط الفني بعد خبر وفاة الفنان مصطفى درويش، خصوصا انه كتب منشور قبل وفاته بساعات قليلة وقال فيه ان هو مش عارف ينام. ولكن بعد ايام بسيطة اعلن الفنان امير شاهين ان هو رزق بمولودة جديدة. وانتهى شهر مايو بانفصال الفنانة بشرى عن رجل الاعمال سالم هيكل بعد زواج دام لمدة 3 سنوات. وفي اول يونيو فرحنا كلنا بخبر زواج الفنانة ميرنا نور الدين من شاب من خارج الوسط الفني. وبعد أيام بسيطة من يونيو انفصل الفنان تامر عاشور عن زوجته. وفي 25 يونيو أعلنت الفنانة ريهام حجاج عن إنجابها لتوأمها من رجل الأعمال محمد حلاوة. ويجي شهر يوليو بخبر وفاة الفنان أحمد أنديل، وبعده بيوم وفاة الفنان علاء عبد الخالق. ومن الأخبار اللي لفتت نظر الجمهور هو انفصال الفنانة نسرين طافش لتاني مرة عن زوجها. وبعدها بأيام احتفل الفنان أحمد سعد بمولودته التانية من زوجته علياء البسيوني. وبعد ما فرحنا بإنجابه لطفل جديد من زوجته علياء البسيوني اتفاجئنا في شهر أغسطس بانفصال، واللي ما كانش بهدوء نهائي، بعد ما أعلنت علياء انفصالهم وكتبت الأسباب كمان على انستجرام. أما بقى الفنان رضا البحراوي فما اكتفاش بولاده ال7، واحتفل في شهر أغسطس بمولوده ال8 وسماه ريان. والخبر اللي زعل الجمهور كله في أغسطس هو وفاة الفنانة الكبيرة منحة زيتون، واللي اتعرفت طبعا بدورها في همام في أمستردام وجاءنا البيان التالي. أما بقى الفنان أحمد فهمي فحقق نجاح مش طبيعي بمسلسل سفاح الجيزة، وظهر بشخصية خرجته خالص من منطقة الكوميديا بالنسبة للجمهور. ويبقى أحمد فهمي هو الترند الأسبوعي مع عرض كل حلقة من حلقات السفاح. ويجي بقى الفنان شريف منير ويفاجئنا في شهر سبتمبر بانفصاله عن زوجته لورا بعد زواج 20 سنة. وبعد النجاح اللي حققته في مسلسل جعفر العمدة وتصويرها كتير من المشاهد وهي حامل، أنجبت الفنانة جوري بكر مولودها الأول. ونتفاجئ بالفنان
الفنانة غادة عبد الرازق ودورها في مسلسل حدث بالفعل حدوتة تحت الحزام، واللي فاجأتنا فيه بشخصية الأم اللي بتحب ابنها حب مرضي وتسببت في تدمير حياته. ومن الأخبار اللي كانت محزنة جدا في شهر سبتمبر هو وفاة الفنان أشرف مصلحي بعد صراع طويل مع المرض، وده للأسف كان من أكتر الأخبار المحزنة اللي أثرت جدا في الجمهور. وينتهي الشهر بوفاة 2 من نجوم الفن في يوم واحد، وهما الفنان أحمد سامي العدل والفنان أحمد فريد. كمان ودعت الفنانة دينا الشربيني والدتها بعد ما ودعت والدها قبلها بشهور بسيطة. أما بقى تامر عاشور بعد انفصاله عن زوجته سمر فاجئنا في شهر أكتوبر بزفافه على الإعلامية نانسي نور. ومن الأخبار اللي كانت محزنة جدا في شهر أكتوبر هو وفاة الفنان الشاب نجم مسرح مصر محمد البطاوي بعد تعرضه لأزمة قلبية تسببت في وفاته. أما بقى شهر نوفمبر فهنسميه شهر الانفصالات، لأن بدايته كانت في 9 نوفمبر بانفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته هبة الهواري. وفي يوم 14 نوفمبر أعلن رجل الأعمال هشام ربيع انفصاله عن الفنانة بوسي، وتتوالى الانفصالات لحد ما يفاجئنا الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد بانفصالهم بعد 4 سنوات من الزواج، وده كان يوم 15 نوفمبر. وفي 28 نوفمبر اتصدمت الجماهير صدمة كبيرة جدا بانفصال الفنان يوسف الشريف عن زوجته إنجي علاء. وكمان في نوفمبر احتفل الفنان حمو بيكا بأول مولود ليه، وأثار الجدل بظهور زوجته وهي لابسة كم كبير جدا من الذهب. ووسط الأفراح والمواليد والانفصالات دي كان في برضه وفيات كتير جدا في الوسط الفني في شهر نوفمبر، وأولهم كان الفنان أحمد سمير رضوان واللي رحل في شهر نوفمبر، وبعده بيومين المطرب شريف شاكر واللي توفى بعد صراع طويل مع المرض، وبعده بيومين توفى الفنان المعروف عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان. وفي 22 نوفمبر توفى صلاح رمزي أخو الفنان شريف رمزي. وفي يوم 26 نوفمبر اتفاجئ الوسط الفني والجماهير بوفاة الفنان طارق عبد العزيز أثناء تصويره لمسلسل وبقينا 2، وطبعا خبر وفاته كان صدمة. وفي ديسمبر بقى اتفاجئنا بانفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الفنان حسام حبيب لتاني مرة. وفي بداية الشهر كمان فقدنا فنان كبير جدا اللي هو الفنان أشرف عبد الغفور، وده بعد تعرضه لحادث سير على طريق أكتوبر أدى إلى وفاته. والخبر ده كان صدمة كبيرة جدا للوسط الفني، خصوصا بنته ريهام عبد الغفور اللي السنة ختمت معاها ختام مش حلو خالص بعد نجاح كبير جدا حققته على مدار السنتين اللي فاتوا. كمان في أواخر نوفمبر وفي شهر ديسمبر اتعرض مسلسل زينهم واللي كان ترند طول فترة عرضه. كمان في شهر ديسمبر فقدنا المنتجة العظيمة ناهد فريد شوقي، وبعدها بأيام بسيطة فقد النجم أحمد حلمي شقيقه الأستاذ خالد حلمي. كل الأحداث دي ما تمنعش إن ديسمبر كان ختامه مسك بألبوم جديد للهضبة عمرو دياب، واللي طبعا قدر إن هو يتصدر الترند في أواخر أيام 2023. ونتمنى إن 2024 يكون عام مليان بالسعادة للناس كلها، ونتمنى أي حاجة وحشة حصلت في 2023 ما تتكررش في 2024، ونتمنى إن هو يبقى عام مليان بالفن والأعمال اللي بتمتع الجمهور. وده كان حصاد الفن في 2023 مع إيجي بالعربي.